الرز الكابلي دايما طعمه لذيذ، وفي كل مرة تعمليه يطلع أحلى من المرة اللي قبلها. في الخلاط أحط قشور البرتقال، عصير البرتقال والصلصة، أخلطها خلط ناعم. أحتاج موية كادي مع شوية صفار زعفران وأخلطهم تمام وأحطه على جنب. في قدر الضغط الكهربائي أحط السمنة وأحمر اللحمة. لما تتحمر أشيلها وأحط البصل، توم وزنجبيل وأحمرهم. أحط البهارات وحتكون مكتوبة قدامكم. أحط الطماطم، خليط البرتقال وأخلط كويس. أحط الملح وأرجع اللحم مرة تانية. أحط عليها صرة بهارات صحيحة، موية، وأضغطها لما يستوي اللحم تماما. أحط عليها البطاطس والفلفل الحار. أسلق الرز وأشيل الرز وأحطه على التسبيكة. أحط عليها صفار الزعفران، أحط عليها البصل، ملح، فلفل قرون، وأغطيها على الطبخ البطيء. لما يستوي الرز عندي تمام راح أشيل الطبق اللي فوق اللي هو الرز الأبيض مع الأصفر، وأبدأ أحطها في صحن التقديم. أحط عليها الرز الملون، أحط عليها بصل، لوز، ويطلع معايا أحلى وألذ كابلي تعمليه في البيت. الرز هذا من أحلى وأجود أنواع الرز اللي ممكن أعملها بالبيت، وبالعافية.